السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة ما تتفوتش لأننا هنعمل حاجة حلوة مع بعض. قبل اي شيء اشكركم على تفاعلكم الجميل جدا جدا، وعايز اقول لكم على حاجه. عايز اقول لكم جميع العوائد اللي هتيجي من المشتركين في كورس الحجامه في ال10 الاواخر دول يا جماعه هتذهب لقضاء حال اسره مصريه، في اسره مصريه بتمر بكرب شديد جدا. والله العظيم العيد داخل عليهم مش عارفين هيعملوا ايه، عليهم ديون، حالهم واقف بشكل سيء جدا جدا في رمضان وبعد رمضان، ومطلوب منهم رقم مش بسيط، فمحتاجين كلنا نقف مع بعض. طب احنا هنعمل ايه؟ انا كل الارباح اللي جايه من الكورس هتروح. المطلوب من حضرتك هتشترك في كورس الحجامه بعد ما اعمل لك عرض كويس جدا. هتبقى استفدت حاجتين، الحاجه الاولى انك خدت كورس، الكورس ده هتفيد بيه اهلك واصحابك واصدقائك. الحاجه الثانيه انك اصلا ممكن تشتغل بيه، يعني اغلب الناس اللي بياخدوه علشان خاطر اصلا يشتغلوا بيه يا جماعه، دي حاجه. وكمان بقى هتبقى انت ساعدت في عمل خير. عارفين يعني ايه من ادخل البهجه والسرور على قلب مسلم وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ومن اكتر الاعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها ادخال البهجه والسرور على قلب مسلم. الكورس ده يا جماعه بفضل الله كل الارباح اللي هتيجي منه يا جماعه من كل المشتركين هتتوجه لقضاء حال اسره مصريه. والله العظيم في يعني بيمروا بكرب شديد وديون والحال واقف، واسره بقى واطفال وحاجات كده زي كده. فمهم جدا جدا يا جماعه يعني نتعاون كلنا مع بعض. ولو حضرتك شخص كريم هتعمل شير للحلقه دي في كل الجروبات وكل الحاجات اللي عندك، علشان خاطر لعل وعسى حد يشترك ونبدا نزود للناس دي، نعرف نعمل حاجه. لولا ضغوط الناس والله العظيم ما كنت ارفع حلقه زي كده، لكن هي الفكره عجبتني، قلنا ايه المشكله والكل يستفيد. الناس اللي اخذوا الكورس يا جماعه ما شاء الله عليهم شغالين بيه كويس جدا جدا، منهم اللي بيعمل بيه في الخارج ومنهم اللي بيشتغل للاصدقاء عنده. ميزه الكورس ده يا جماعه، تخيل تبقى قاعد في بيتك حد جاله جلطه في اي وقت، عندك كاسين ممكن تلحقه اسعاف اولي. حد عنده مشكله في خشونه الركبه، حتى لو حطيت كاسين بس على الركبه هيفيدوا معاه. حد عنده اي الم في اي مشكله، لو حطيت له كاسين بفضل الله. كاس الحجامه محترم جدا جدا، بيعمل تاثيرات ساحره. الحجامه من الحاجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني اوصانا بيها. فحضرتك لما تاخد كورس الحجامه انت كده اخدت لبه العلاجات، انت كده معاك حاجه مهمه جدا جدا يعني بتغنيك عن بدائل كتير قوي. ما احنا هنا يا جماعه فاتحينها، ما احنا بنشتغل حجامه، فهي بنعالج بيها مشاكل كتير قوي وامراض كتير قوي. فهي الحجامه ممتازه هتنفعك في حاجات كتير. هتاخد الكورس حضرتك هتبقى عارفه، اولادك هيعرفوا بعدك، هتنشر الفكره في اهل بيتك كده، يبقى حتى اي حد انت والجيل اللي بعدك يبقى اتعلم حاجه مفيده جميله. حتى يا سيدي لو انت حتى عايز تعمل بيها خير، لو دخلت عند واحد مريض ورايح تزوره، حد من اصدقائك من جيرانك تعبان وغير قادر انه يروح او غير قادر انه يدفع في جلسه الحجامه، تقدر تقول له انت وتعمل له جلسه الحجامه الجميله دي بفضل الله. يعني هيبقى ليها تاثير، هتاخد منها خير وتاخد منها ثواب. انت اكتسبت حرفه جميله جديده مفيده نافعه، هتشتغل بيها تاخد فلوس، هتعمل لاهل بيتك هتوفر فلوس، هتعمل لحد من حبايبك جيرانك هتاخد ثواب. لكن احنا دلوقتي عايزين ننقذ هذه الاسره، عايزين العيد يدخل عليهم يكونوا الحمد لله سدوا عليهم وظبطوا امورهم، وبقت يعني البهجه والسرور تدخل عليهم. عايزين نعمل كده، وطلب منكم يا جماعه تعملوا شير الحلقه دي في كل الجروبات اللي عندكم، لان هيجي من وراها اكيد ناس هتشترك نقدر نوجهها لهذا العمل الجميل. شكرا لكم جدا جدا، اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.